تايسون صنع التاريخ في 5 دقايق بس. يوم 22 نوفمبر سنة 1986 في نيفادا في أمريكا، كانت الملاكمة على ميعاد مع لحظة ميلاد أسطورة جديدة. شاب عنده 20 سنة بس بيقف قدام بطل العالم في الوزن التقيل الجامايكي تريفور بيربيك في ماتش على لقب الدبليو بي سي للوزن التقيل. تايسون داخل الحلبة بعينين فيها رعب للعالم كله. مفيش موسيقى، مفيش عرض دخول، نظرة ثابتة بتقول أنا داخل أخلص المهم. من أول ثانية كان واضح إن في قوة مختلفة جوه الحلبة. بيرباك حاول يثبت نفسه، لكن تايسون ما اداهوش فرصة ياخد نفس حتى. ضربات تايسون كانت كأنها مطرقة بتنزل على جسم خصمه، هوكات شمال ويمين على أبرات، ضربات من الزوايا بأسلوب البيكابو، ضغط مستمر زي عاصفة ما بتقفش. وتيجي الجولة التانية اللي تايسون داخل فيها يخلص. بدأ يضغط على بيرباك ويقفل المسافات لغاية لما لقى ثغرة اتفتحت وإيديه بدأت تنزل. تايسون ضغط عليه وبدأ يضرب مجموعة ثلاثية رهيبة، هوك شمال في هوك يمين في التالتة شمال. بيربيك ما قدرش يقاوم قوة الضربات، وقع وقام بسرعة. تايسون بدأ يضغط من جديد. بيربيك حاول يعمل كلينش مع تايسون علشان يقلل العزم بتاعه أو يريح وزن جسمه عليه، فممكن تكون سبيل بالنسبة له إن هو يضعف قوته شوية. ولكن على مين؟ ده تايسون كان في عزه ساعتها ولسه طالع. تايسون ضغط من جديد واشتغل على الهوكات المفتوحة ووراها الأبرات ويقرب المسافة عشان يوصل أكبر كم من الضربات المركزة لجسم ووش بيربك. تايسون بيفضل يضرب على الحديد وهو سخن لغاية ما في لحظة معينة بيضرب الأبر كات اللي بتعدي من قدام وش بيربك، ولكن بيلحقها بالهوك الشمال اللي بتيجي فيه وبيقع على الأرض. حاول إنه يقف ولكن كان دايخ فوقع تاني. بعدها حاول إنه يقف تاني وتالت، ولكن خلاص بقى قايم حتى وهو دايخ مش قادر يقف على رجليه. وهنا الحكم بياخد القرار بإيقاف المباراة وإعلان فوز مايك تايسون في الجولة التانية بالقضية الفنية اللي هي التيكي أو. تايسون في الليلة دي ما كانش محتاج أكتر من 5 دقايق عشان يبقى أصغر بطل وزن تقيل في التاريخ. عنده 20 سنة و4 شهور بس. الجمهور ما بقاش مصدق، والعالم بدأ يعرف إن فترة جديدة بدأت، فترة باسم مايك تايسون، The baddest man on the planet.